السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين إيه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. مكملين في آيات سورة المائدة. معانا الآية النهارده 19. ربنا عز وجل بيقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله العظيم. دي كانت آية النهارده. ندخل في حلقة النهارده على طول. هل يا دكتور لو عندي سنتين بارزين من قدام ومش عايز اعمل لهم تقويم عشان غالي، بالنسبه لي في حل بديل ليهم؟ اقول لك البديل انك بتعمل لهم حشو عصب. التنين بيتبردوا، بتعمل لهم الحشو عصب الاول يعني، بعد كده بتركب عليهم طرابيش، بحيث البروز اللي من قدام ده تقدر بالطربوش انك انت بعد ما عملت السنه وكلت منها كتير وحشيتها عصب بيبدا انك انت ايه شكل السنان بعد الطرابيش بيبقى متساوي مع باقي الصف. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.